بصوا، الأول صلوا على النبي. ثانيا، أنا عايز أنصحكم نصيحة اعتبروها من واحد لا يعرفكم ولا تعرفون، وخدوا الكلام وارموه في البحر وقلبوا عادي ولا في دماغكم. بس النصيحة دي فعلا بعد تعب وبعد شقة وبعد غربة وبعد حاجات كتيرة الواحد مر بيها، الكلام ده يعتبر اللي الواحد هيقوله دلوقتي مفيش حد باقي منه ان هو اساسا يقعد او ان هو ينصحك. كله راكب السريع وطاير الا انت. كله عمال اللي انت عمال تضحك عليه واللي عمال تستهزأ بيه طاير، وما بيبصش للي انت عمال تستهزأ بيه. اللي من سنك، انا من سني كتير اتجوزوا وخلفوا و... وحاجات كتيرة. بس انا في حاجات كتيرة انا عندي احلام وعندي طموحات، مش عيب. اهم حاجة ان انت مالكش دعوة بحد، ما تتنمرش على حد. ممكن سبب تنمرك ده يأذي بني ادم. مش عندك حاجة تقولها حلوة، اسكت. ركز على نفسك، ما تتكلمش على حد. فلان عمل وفلان سوى، مالكش فيه. ركز، طير. فككم بقى اللي عندهم 18 وعندهم 16 و15 سنة بيدوروا على اللف والحب والاكس وما اكساش. مفيش الكلام ده. انا عندي 28 سنة. العمر هيسرقكم والله العظيم، والله في غمضة عين كده، وهتقولوا يا ريتنا. طب وليه ما تعملوا من دلوقتي؟ ركز على نفسك، مالكش دعوه بحد. الناس ما بتسيبش حد في حاله، بيتكلموا على الميت اللي في التربه، فما بالك انت انسان. اهم حاجه عندك في الحياه امك. امك راضيها على قد ما تقدر، راضيها وملكش دعوه بحد. بس دي نصيحتي. اللي عايز يسمعني يسمعني، واللي مش عايز يسمعني. انا بهزر وبضحك وبعمل، بس انا عندي هدف هوصل له، انا هوصل له. انتوا قاعدين كده. انا القناه بتاعت اليوتيوب بتاعت الحمد لله رب العالمين 2,200,000. عملت حاجات كتيرة في سني ما حدش عملها، وحاجات ندمان عليها بقول يا ريتني ما عملتها. كتير، احنا بشر بنغلط، ولكن اشتري من الله اكبر منك واسمع. مش عيب ولا غلط لو غلطت تتأسف، مش عيب ولا غلط. ما تبصش لحد في اللي معاه، ركز على نفسك، هيكون معاك اللي احسن منه. واحد يبص على فلان او علان، ده معاه تليفون 15، ده معاه تليفون 16، ده عنده مش عارف ايه. طب انت بصيت هو جاب التليفون ده ازاي ولا جاب الحاجه دي؟ بس ما بصيتش هو تعب ازاي عشان يعملها. فعايز تبقى احسن من فلان وعلان ده، اشتغل على نفسك وعلى تفكيرك وعلى استخدم اي حاجه بتحبها اعملها. مالكش دعوه بحد، اللي بتحبه اعمله. ما تتصنعش عشان ترضي حد. اعمل اللي انت بتحبه عشان هتنجح في اللي انت بتحبه. If you want something you can do it. براحتكم.